السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بيستمر دوري النيل الدوري المصري للأسبوع الثاني على التوالي. تعالوا بينا في رحلة سريعة علشان نشوف التشكيلة المثالية للأسبوع ده. حراسة المرمى كانت من نصيب محمد شعبان حارس مرمى طلائع الجيش، ورغم انه استقبل هدفين الا انه قدر يعمل 9 تصديات امام غزل المحلة ساعدت ان فريقه يطلع كسبان من المباراة 3-2، وكان تقييمه الأسبوع ده 8.2. خط الظهر من اليمين للشمال عمر كمال عبد الواحد لاعب النادي الأهلي اللي قدر يعمل 50 تمريرة صحيحة من أصل 58، وكان تقييمه 7.8. كريم العراقي لاعب النادي المصري واللي عمل 79 تمريرة صحيحة من أصل 83 وخد تقييم 7.7. محمد عبد الغني لاعب البنك الأهلي المصري وعمل 47 تمريرة صحيحة من 50 تمريرة وخد معانا تقييم 7.6. وأخيرا معانا مروان داوود لاعب الاتحاد السكندري وده عمل 33 تمريرة صحيحة من إجمالي 39 تمريرة، وده بيوضح إن تقريبا حرس الحدود ما كانش بيهاجم الاتحاد السكندري، عشان كده خرج الاتحاد كسبان 1-0 وتقييم مروان كان 7.6. خط الوسط الأسبوع ده من اليمين للشمال محمود صابر لاعب نادي سموحة، ورغم هزيمة سموحة من الزمالك 2-0 بعد جدل تحكيمي كبير، لكن محمود قدر يخلق 3 فرص وتسديدة بجوار القائم ويحصل على تقييم 7.5. أحمد عاطف لاعب نادي بيراميدز اللي ساهم في فوز فرقته على إنبي 2-1 وعمل فرصة وسدد مرتين على المرمى وكان تقييمه 8.9. معنا لاعب كمان النهاردة من الاتحاد السكندري وهو كريم الديب اللي كان ليه تمريرة حاسمة وخلق 3 فرص وسدد على المرمى مرة واحدة وتقييمه النهاردة 7.5. أما بقى الشق الهجومي فهيكون معانا النهاردة للأسبوع الثاني على التوالي طاهر محمد طاهر جناح النادي الأهلي، واللي بقى بيقدم مستويات بسم الله ما شاء الله عشان يقدر يسجل هدف الفوز لفريقه قدام فريق زد وتقييمه 7.7. في الناحية التانية معانا اللاعب التونسي محمد علي بن حمودة من غزل المحلة واللي سجل هدفين في مرمى طلائع الجيش، لكن للأسف بيخسر 3-2 وبيحصل على تقييم 8.6. وفي قلب الهجوم الأسبوع ده اللاعب الجنوب أفريقي فخري لقاي صاحب هدف الفوز لفريقه سيراميكا كيلوباترا أمام نادي الإسماعيلي عشان يحقق أول فوز لسيراميكا في الدوري بعد الخسارة الكبيرة أمام الأهلي 5-2 في الأسبوع الأول.